بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله. إن رعب وهروب السلفية والسنة جميعا من عرض روايات كتاب البخاري على القرآن الكريم هو إعجاز للقرآن الكريم، وكفى به مبطلا لضلالاتهم، وكفى به مثبتا لضلالتهم منذ مخالفتهم وصية النبي بالثقلين بالكتاب والعترة، وكفى به منجزا ومعذرا. التفت أيها العزيز أيها الكريم، إن إعجاز القرآن الكريم يتجسد في هروب السلفية والسنة من عرض روايات كتاب البخاري وغير البخاري على القرآن الكريم، فهو إعجاز منذ ذلك اليوم إلى هذا اليوم، من ذلك اليوم إلى هذا اليوم. إذن العزة لله تبارك وتعالى، العزة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، العزة للكتاب والعترة. هذه هي العزة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، العزة بقول الحق، بالتمسك بالحق. كما أننا اليوم مسيطرون، نتكلم بكل ثقة لأننا أهل القرآن، لأننا أهل القرآن التام غير المحرف الثابت. أما غيرنا من السلفية والسنة يخافون من عرض روايات كتبهم وعلى رأسهم البخاري على كتابهم المقدس. فنحن نتكلم بكل ثقة، نتكلم بكل ثقة وبكل صدق وبكل أمانة، ولا نخاف ولا نرتعب. لماذا؟ لأننا نتمسك بالقرآن التام، نتمسك بالقرآن الذي أبطل كل خرافات وخزعبلات البخاري وسنة السنة. فإذا كنتم، طبعا العقيدة لابد أن تبنى على القطع واليقين، أما إذا بنيتم العقيدة على الظن، وهذا بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، أنتم أحرار، لكن في هذه الحالة والسنة عندكم ظنية، وأخذتم العقيدة من خلال الظن والأحاديث والروايات الظنية، فلا يحق لكم إخراج أهل القبلة من الإسلام، لأن السنة عندكم ظنية، فلا يحق لكم إخراج أهل الملة وأهل القبلة من الدين ومن الإسلام. أما إذا بنيتم العقيدة على القطع واليقين، فهنا أنتم عندكم قطع ويقين، فتستطيعون أن تقولوا ما تشاءون، لكن سنتكم ظنية. أثبتنا أن البخاري كتاب بلا أصول، كتاب لم تثبت نسبته لمؤلفه محمد بن إسماعيل البخاري، فالسنة عندكم ظنية، فلا يحق لكم إخراج المسلمين من الإسلام. فلا بد أن تبنى العقيدة بالنسبة لنا على القطع واليقين، فنحن أسسنا عقيدتنا من القرآن الكريم، من القرآن الكريم ومن السنة التي هي وحي، التي جاءت عن طريق العترة، والتي لا تخالف ولا تعارض ولا تناقض القرآن الكريم. فالسنة وحي والقرآن وحي، وهما لا يتعارضان ولا يتناقضان. هذا هو الذي نريد أن نوصله للسامعين. طبعا إخواني الأعزاء، في هذا اليوم نلتفت أو نركز على قذارة أخرى من قذارات البخاري، وهي القذارة الرابعة التي ذكرها البخاري في كتابه، ونسبها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم زورا وبهتانا، واتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدم الغيرة على عرضه، وأن مزمارة الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مزمارة الشيطان في بيت النبي، غناء ورقص في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. ويتهم السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنها تأتي بالمغنيات في بيتها، ويغنون بغناء بعاث الذي كان في زمن الجاهلية. ويدخل أبو بكر رضي الله عنه وينتهر السيدة عائشة، ينهرها ينهاها، ويقول مزمارة الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مزمارة الشيطان في بيت النبي، صوت الشيطان في بيت رسول الله،
دق ورقص ومزمارة الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل أكثر من ذلك. يخرج النبي في يوم العيد والسودان يرقصون ويحتفلون، ويقول للسيدة عائشة: تشتهين تنظرين؟ تقول له: نعم. فتضع خدها على خده أمام الناس. النبي يقول: دونكم يا بني أرفدة. تضع خدها على خده أمام الناس وتنظر إلى الاحتفالات، إلى الرقص، إلى ما يفعله السودان في الاحتفال، حتى إذا ملت قال لها: حسبك؟ قالت: نعم. قال: إذن اذهبي. انظروا إلى هذه الرواية التي ذكرها البخاري في كتابه. والحكم للمشاهدين: هل يفعل مثل هذا الفعل أي إنسان يمتلك الحد الأدنى من الغيرة؟ البخاري يزعم أن عائشة والنبي الخد على الخد أمام الناس في الأعياد مع مزمارة الشيطان بضرب الدف والغناء ورقص السودان. فيا سلفية يا صعاليك، هل يفعل مثل هذا الفعل أحد منكم؟ هل يفعل مثل هذا الفعل الإنسان الشريف الذي يمتلك الحد الأدنى من الغيرة والشرف؟ البخاري في الجزء الأول في الصفحة 323 الحديث 907 كتاب العيدين، باب الحراب والدرق يوم العيد، عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندي جاريتان. يقول لك السلفية جاريتان صغار أطفال، مزمارة الشيطان، مزمارة الشيطان في بيت النبي. أبو بكر يقول مزمارة الشيطان، لا نتكلم جارية صغيرة كبيرة. كيف يرقعون للبخاري الذي يتهم النبي بنقص الغيرة والشرف؟ قالت: دخل علي رسول الله وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، غناء جاهلية، غناء حروب كان بين الأوس والخزرج. فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني. وقال أبو بكر، نهر أم المؤمنين رضي الله عنها، وقال أبو بكر: مزمارة الشيطان عند النبي؟ بالله عليكم، أي نبي هذا الذي في بيته الدق والرقص ومزمارة الشيطان؟ رقص ومزمارة الشيطان تغني في بيت النبي. فأقبل عليه رسول الله فقال: دعهما. النبي يقول له: عادي، مزمارة الشيطان ببيتي وأنا قابل، عادي خليهم يغنون مزمارة الشيطان في بيتي. وأي نبي هذا؟ أي إنسان ناقص غيرة وشرف هذا؟ أي نبيكم أيها السلفية؟ خلي شوية عندكم غيرة، شرف، حمية على النبي، على عرض النبي. يقول: فلما غفل غمستهما، قلت لهم اطلعوا، فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، دق ورقص وملاعيب وهذا وهالشكل بالشارع. فإما سألت النبي وإما قال: تشتهي تنظرين؟ النبي يقول لزوجته: تحبين تشوفين الرقص والدق والغناوي وهاي السوالف؟ فقلت: نعم، أحب هاي، أخلي أباوع أشوف، ما يخالف. فأقامني وراءه، صارت وراءه، خدي على خده، خد السيدة أم المؤمنين على خد النبي، وراءه خد على الخد بالشارع، وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، دونكم شوية، سوونا مجال، سوونا فسحة، أو لا تنظرون إلينا، احنا نريد نباوع، زوجتي تريد تباوع على الغناء، على الرقص. ما اكتفت أم المؤمنين بمزمارة الشيطان والجاريات التي تغني في داخل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت، يعني تعرف إيش قد، يعني مو ساعة وأكثر حتى يمل الإنسان من سماع الغناء. قال: حسبك؟ قالت: نعم.
قال فاذهبي. هذا في باب كما قلنا باب الحراب والدرق يوم العيد، الحديث رقم 907. في الحديث الآخر رقم 3716 رقم الصفحة 1430 في المكتبة الشاملة، الجزء الثالث، كتاب فضائل الصحابة، باب مقدم النبي المدينة، أيضا يأتي بهذا الحديث عن عائشة قالت إن أبا بكر دخل عليها والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندها يوم فطر أو أضحى، يعني إما عيد الفطر أو عيد الأضحى، وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت الأنصار يوم بعاث، غنى بعاث. فقال أبو بكر مزمار الشيطان مرتين. أبو بكر متعجب رضي الله عنه، مزمار الشيطان، مزمار الشيطان، الله أكبر عليكم يا سلفية، والله أكبر عليك أيها البخاري. مزمار الشيطان، أي نبي هذا؟ مزمار الشيطان، مزمار الشيطان. فقال النبي دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وإن عيدنا هذا اليوم، عيدنا هذا اليوم. إذن لماذا تعترضون على الاحتفالات بمولد النبي وبباقي الاحتفالات الأخرى؟ لذلك التفتوا أخواني الأعزاء، لذلك لم يعترض السلفية على موسم الرياض، موسم الرقص. عندما تسألهم عن موسم الرياض وموسم الرقص لا يردون ببنت شفة، ببنت شفة. لماذا؟ أن هذا التأصيل في كتاب البخاري، النبي في بيته مزمارة الشيطان ودق ورقص، ويخرج هو وزوجته أمام الناس وأمام الملأ، يضعون الخد على الخد وينظرون إلى الرقص، لذلك لا يعترضون، أو هم من شرعوا هذه الاحتفالات. فلا يحق لكم إذا كان نبيكم بهذا الشكل وبهذه الصورة أن تعترضوا على أحد، أو تعترضوا على احتفال، أو تعترضوا على رقص، وأن الأزواج يأخذون أزواجهم إلى المراقص والملاهي. بربكم، هل هذا نبي؟ هل هذا يوافق صاحب الخلق العظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل هذه غيرة؟ هل هذه حمية؟ هل هذا شرف؟ هكذا تقدسون نبيكم؟ هكذا تدافعون عن أم المؤمنين رضي الله عنها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لا ندري متى يتعقل السلفية ومتى يتعقل أهل السنة ويتركون مثل هذه القذارات المكذوبة على النبي وعلى أم المؤمنين رضي الله عنها. إلى هنا أخواني أستميحكم عذرا وأعتذر عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.